السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. النهاردة هنتكلم عن تنظيم المطبخ وإزاي هو يعتبر سر للتوفير في الميزانية عن طريق 17 فكرة عبقرية للتوفير. بطبيعة معظم البيوت المصرية والعربية إن أكتر حاجة بتاخد من الميزانية هي المصاريف على الأكل والشرب، والسر إننا نوفر شوية في مصاريف الأكل إننا ننظم المطبخ بتاعنا بطريقة تساعدنا على التوفير. هنتكلم النهاردة عن 17 فكرة هتساعدك بإذن الله إنك تنظمي المطبخ علشان توفري شوية في الميزانية. اول فكرة عندنا اننا واحنا بننظم الادراج والدواليب في المطبخ نخصص مكان واحد بس لكل حاجة، يعني مكان مخصص بس للتوابل، مكان واحد بس مثلا لتنظيم الخزين، مكان واحد بس لتنظيم مثلا علب التلاجة، وهكذا، علشان الحاجات ما تبقاش متفرقة في كذا مكان، فبالتالي في حاجات ممكن تختفي عن عينينا ومش هنلاحظها ومش هنشوفها. كمان لو عندك ضرفة خزين واحدة بس على بعضها قسميها، يعني اعملي أرفف وكل رف فيه سلال معينة، يبقى فيه سلة مثلا للمكرونة، سلة للبقوليات، سلة مثلا للدقيق وللرز، وهكذا. تبقى متقسمة، ما تبقاش كل حاجة على بعضها، عشان تبقي شايفة كل حاجة قدامك وعارفة عندك ايه بالظبط، علشان بس ما تقعيش في غلطة انك تجيبي حاجة وهي موجودة عندك اساسا لمجرد انك حطاها في مكان بعيد عن مكانها الاساسي، فبالتالي ده بيضيع الفلوس بتاعتك على الفاضي. انك تشتري مثلا دقيق وانت اساسا عندك دقيق، فالدقيق ده كمان يفسد ويبوظ لانك ركناه في مكان بعيد، وهكذا. مكرونة فتحاها مثلا اكياس مكرونة ورحتي اشتريتي جديد واللي عندك ده خلاص اتنسى، وبعد كده فجأة تلاقيه فاسد، وهكذا. فلازم نخصص مكان واحد بس للحاجة، بحيث احنا نبقى عارفين هي خلصت امتى والمفروض احنا محتاجين ايه نجيبه. الفكرة رقم 2 اننا نستخدم السلال الشفافة علشان تبقى كل حاجة واضحة، واننا كمان نستخدم ملصقات باسم الحاجة على كل سلة عشان تبقى عارفة السلة دي فيها ايه بالظبط. الفكرة رقم 3 تقسيم المطبخ مناطق على حسب الاستخدام. منطقة مثلا اللي هي منطقة التحضير، اللي هي الرخامة بيبقى جنبها السكاكين، البورد بتاع التقطيع مثلا، والخلاط، والأجهزة اللي انت بتستخدميها. مش لازم تكون كلها على الرخامة، لا، في مكان قريب من الرخامة، في ضرفة فوق مثلا، بحيث انك تستخدميها وتنظفيها وترجعيها تاني مكانها. منطقة الطبخ بقى بتبقى جنب البوتاجاز، بيبقى مثلا تحطي جنبها الحلة اللي انت بتستخدميها، الزيت والسمن مثلا والتوابل. منطقة الخزين، الحاجات اللي انت بتاخدي منها وتستخدميها في الطبخ فورا. ضرفة الخزين تبقى برضو جنب التلاجة والفريزر، ده بيقلل وقت الطبخ والمجهود، وبيقلل كمان من استخدام حاجات مش ضرورية. الفكرة بقى رقم 4 في التلاجة، رتبي الحاجات اللي موجودة فيها على حسب مدة الصلاحية، يعني الحاجات اللي خلاص قديمة ولازم تستخدم فورا تتحط قدام، الحاجات الأحدث تتحط في الخلف، بحيث اننا نستخدم الحاجات اللي هي أقدم في الصلاحية أو اللي احنا شاريينها في الأول، فنستخدمها الأول علشان مفيش حاجة تتركن ورا وانت مش شايفاها ومش هتستخدميها وصلاحيتها تنتهي. استخدمي كمان في التلاجة علب تلاجة محكمة الغلق، علشان مفيش حاجة تفسد او مثلا الروايح تختلط على بعضها في التلاجة، فده طبعا ممكن تلاقي مثلا صلصة لقطة مثلا ريحة حاجة تانية، ريحة أسماك أو كده، فتضطري إنك ما تستخدميهاش، فبالتالي برضو مش هتوفر معاكي في الميزانية، بالعكس هتصرفي فلوس أكتر على الفاضي. فالحاجات دي أساسية، التنظيم، وإنك تستخدمي أدوات مناسبة للحاجة، إنك تستخدمي علب تلاجة مش بايظة مش مكسورة ما بتسربش، كل ده على فكرة أساسي وبيفرق جدا معاكي في التوفير في الميزانية.
بالنسبة للخضار والفاكهة خصصي أدراج، مثلا درج للخضار ودرج للفاكهة، أو رف للخضار والفاكهة في سلال معينة، سلة للخضار وسلة للفاكهة، وتجيبي كميات قليلة عشان دي أول حاجة بتفسد. فبالتالي انتي قلبي فيها على طول وشوفي الحاجات اللي بدأت مثلا قربت تطرى شوية. الطماطم مثلا بدأت تطرى، بدل ما هي كانت ناشفة وجامدة للسلطة أو كده بدأت تطرى، تستخدميها في الصلصة، وهكذا أول بأول علشان ما تركنيش حاجة وبرضو تفسد مع الوقت. الخضار والفاكهة بسرعة بتبوظ، فبالتالي راقبيها على طول وخدي بالك منها وركزي انك ما تجيبيش كميات كتيرة. الفكرة بقى رقم 5، قبل ما تعملي جدول وجبات الأسبوع اعملي فرز للتلاجة والفريزر علشان تدخلي اللي موجود عندك في الوجبات الأسبوع اللي انت بتعمليها، علشان ما فيش حاجة تبوظ. انت أول بأول تبقي عارفة اللي موجود عندك في الفريزر وفي التلاجة وفي ضرفة الخزين، وتعملي وجبات الأسبوع على أساس الحاجات اللي موجودة عندك. ولو في مشتريات تانية مفيش مشكلة اشتريها، بدل ما تشتري حاجات أساسا وتعملي وجبات مختلفة تماما عن الحاجات اللي عندك. فبالتالي انت كده مفيش اي توفير في الميزانية، بتشتري حاجات ملهاش اي لازمة وبتسيبي الحاجات اللي عندك لحد ما تفسد. نيجي بقى للفكرة رقم 6، في الفريزر قسمي اللحوم على حسب الكمية اللي انت محتاجاها في الوجبة الواحدة. يعني ما ينفعش ابدا تفرزي 3 كيلو مع بعض في كيسة واحدة وانت اساسا بتحتاجي كيلو واحد بس اثناء الوجبة او نص كيلو. فبالتالي قسمي على حسب الوجبات علشان ما فيش حاجة تبوظ منك وتتهدر مع الاستخدام وتضطري انك ترميها او تفكي ال3 كيلو كلهم وتاخدي كيلو وترجعي تجمديها تاني. فطبعا يعني ما بتبقاش صالحة او بتفقد كتير من قيمتها الغذائية. رقم 7، في الفريزر اكتبي على كل كيس او علبة تاريخ الحفظ والمكونات بتاعة العلبة دي هي فيها ايه بالظبط، لان في حاجات بتتشابه اما بتتجمد ما تبقيش عارفة دي صلصة فيها بصل ولا توم، دي صلصة من غير، دي صلصة مكرونة، دي كيسة لحمة ولا فراخ، دي ايه بالظبط. فبالتالي تكتبي كل حاجة وتكتبي تاريخ دخولها للفريزر. رقم 8، استخدمي الأكل اللي في الفريزر أول بأول، بلاش تركني الحاجات اللي جوه شهور طويلة. دايما قلبي كده وشوفي عندك ايه واستخدميه في وجبات الأسبوع أول بأول. رقم 9، دايما اعملي جرد أسبوعي لضرفة الخزين قبل ما تنزلي تشتري أي مشتريات. رقم 10، ما تشتريش ابدا اي مشتريات وانت جعانه او متضايقه. ما ينفعش ابدا تخلي المشتريات هي وسيله او طريقتك انك تتخلصي من الضغط النفسي او التوتر او القلق، تقولي انا هنزل اشتري شويه حاجات عشان ابقى كويسه او احس ان صحتي النفسيه اتحسنت. لا طبعا ده غلط. ممكن تحسني صحتك النفسيه بطرق كتيره قوي غير انك تنزلي تشتري حاجات انت اساسا ممكن تكوني مش محتاجاها وبتشتريها لمجرد انك عايزه تفرفشي شويه او تروقي دماغك. لا ما ينفعش ابدا. المشتريات دي لازم تكوني انت رايقه كده ومركزه وكاتبه انت عايزه ايه بالظبط. الحاجات دي فعلا هتستخدميها خلال وجبات الاسبوع ولا لا، علشان ما تشتريش حاجات زياده على الفاضي. الفكرة رقم 11، دخلي دايما بواقي الأكل في وصفات جديدة. باقي رز أبيض مثلا اعملي عليه شوية خضار وتوابل ويبقى رز بالخضار. عندك فراخ مسلوقة ما فيش حد عايز ياكلها، ممكن تقطعيها وتعملي بيها مكرونة بالفراخ اللي هي نجريسكو في الفرن. حاجات كتيرة ممكن، أو تعملي بيها شاورما عادي، تحطي توابل شاورما وتشوحيها تاني في سمنة كده أو زيت وتعملي بيها شاورما مع شوية خضار وفلفل وكده. هتحسي ان الموضوع بقى احسن وطعمها بقى افضل كتير قوي والاولاد هيحبوها. رقم 12، بلاش تشتري بالكميات الكبيرة خصوصا الحاجات اللي بتفسد، لكن الحاجات اللي مش بتبوظ زي مثلا مسحوق الغسيل، المناديل، لو عليها عرض وانت فعلا بتستخدمي الحاجات دي مش حاجات جديدة، عليها عرض وحاجات انت بتستخدميها اشتريها فورا بالكمية لو الميزانية بتاعتك تسمح بكده. لو تقدري تشتريها وتقعد معاكي شهور في الاستخدام وتوفر معاكي في الشهور اللي بعدها يبقى تمام قوي.
لكن ما ينفعش مثلا تشتري كميات بطاطس كبيرة قوي وتفسد معاكي وتبوظ، كمية رز مثلا كبيرة قوي زيادة عن الاحتياج بتاعك الشهري، وخصوصا احنا في الحر، فالرز والبقوليات والتوابل بتفسد من الحر، فبالتالي تشتري كميات على قد كده حبة حبة علشان الحاجة ما تبوظش منك وتتهدر منك وتصرفي فلوس كتيرة على الفاضي. نيجي بقى لرقم 13. لو عندك كمية توم مثلا كبيرة أو بصل مثلا وبدأت تبوظ وحاسة إنها مثلا التوم بدأ يفضي وتحسي إن فيه فصوص بقت فاضية، فبالتالي الحقي الموضوع كده من أوله وقشري التوم ده واحفظيه في علب محكمة في الفريزر بحيث إنك تاخدي منه للاستخدام وما يبصش معاكي ويضيع كده على الفاضي. والبصل برضو على فكرة برضو ممكن تقطعيه وتشوحيه كده في زيت، وممكن تحطيه برضو في علب في الفريزر. ده برضو بيفرق معاكي. محتاجة حاجة بسيطة، محتاجة معلقتين بس بصل ممكن تضيفيهم على أكلة معينة، وتبقى سهلة جدا لو انتي مثلا بتشتغلي او كده، وكمان عشان لو البصل مثلا مركون فترة ممكن يبوظ. نيجي بقى لرقم 14. افهمي نوعية استهلاك أسرتك. لو نوع جبنة مثلا أولادك مش بيحبوها بلاش تشتري منها كميات. لو مثلا بتستهلكي بيض كتير ماشي اشتريه. لو انت أولادك مش بيحبوا البيض أو بيستهلكوا البيض بكمية قليلة فاشتري برضو كمية قليلة. لو بيحبوا الفراخ أكتر من اللحمة فبالتالي اشتري الفراخ ونوعي من الأصناف اللي بتشكلي منها بدل ما تشتري لحمة وهم مش بيحبوها. يعني دايما تابعي الأولاد بيحبوا ايه، وشكلي كمان من الوجبات الصحية. هم بيحبوا الحاجات المصنعة، اعمليها انت في البيت. اعملي برجر مثلا بالفراخ، اعملي شاورمة فراخ، اعملي الحاجات اللي هم بيحبوها بيحبوا يشتروها بس من البيت، بحيث انها تكون صحية وفي نفس الوقت الاولاد بيحبوها. ما تعمليش حاجة وتضطري ترميها او ما تستخدمهاش. رقم 15. البهارات. لو انت اشتريتي منها كمية احفظيها في الفريزر. لو انت مثلا البرطمان بتاع البهارات مش لازم العلب كلها تتملي للاخر، لا اعملي كميات قليلة في البرطمان، واي حاجة تاني حطيها في علب محكمة في الفريزر علشان لو احتجتي منها تاني تاخديه، لان درجة الحرارة العالية برضو بتبوظ التوابل وبتفسد منك، وتلاقي البرطمان مليان على اخره انت خدتي منه معلقتين 3 والباقي فسد. فالافضل اننا بلاش البرطمانات الكبيره اساسا في البهارات، نخصص علب صغيره او برطمانات صغيره للتوابل بحيث انها تبقى على قد الاستخدام. لكن لو البرطمان كبير هتبقي حاسه انك عايزه تمليه وفي الاخر التوابل تفسد. فالافضل نستخدم عبوات صغيره، نملى عبوات صغيره قوي والباقي نحطه في الفريزر. او اننا لو عندك برطمان كبير وحاليا مش هتعرفي تغيريه بلاش تمليه على الاخر، حطي كميات بسيطة جدا. رقم 16. افضل استثمار بقى عندك في المطبخ انك تشتري ميزان للمطبخ. ده هيفرق معاكي جدا في تقسيم حاجات مثلا في الفريزر عايزه تحطيها. مثلا انت عندك 3 كيلو لحمه او مثلا شاورما او بانيه مثلا انت جايباه وعايزه تقسميه، تقسمي نص كيلو نص كيلو مثلا تحطيه في اكياس. تقسمي صلصه، تقسمي اي حاجه بتبقى عارفه بالميزان هي ايه بالظبط، فده هيوفر معاكي كتير بدل ما تعملي كده بالكميه كده يعني حسب ما انت شايفه وخلاص. ساعات بتهدر منك كميه كبيره وبتخسرك كمان فلوس ووقت. فاستثمار اللي انت هتعمليه في الميزان هيفرق معاكي جدا في التوفير في الميزانيه. رقم 17 بقى، خصصي دفتر للمشتريات. اشتريتي ايه الاسبوع ده مثلا، المنظف ده خلص، محتاجه تشتريه، بيخلص كل قد ايه. هتعرفي بقى من الحسابات ان مثلا المنظف ده قعد معاكي 3 4 شهور، فتشتري مثلا كميه بعد كده تنفع معاكي الفتره دي او اكتر او اقل على حسب بقى الميزانيه. الدقيق بتاعك مثلا انت بتستهلكي مثلا قد ايه دقيق في الشهر، فبتبقى عارفه انت هتشتري ايه وهكذا. المتابعه
المتابعة دي متابعة الخزين، بتبقى عارفة انت عندك ايه، هتشتري ايه، المفروض تشتري ايه. كل الحاجات دي على فكرة بتوفر معاكي. لكن لو ماشية كده من غير اي كتابة ومن غير اي حسابات، هتلاقي انك بتشتري حاجات مش عايزاها، وبتبقي محتاجة حاجات مش عارفة تشتريها، وهكذا. بجد تنظيمك للمطبخ مهم جدا، مهم جدا، يعني راحة لبالك وصحتك، وكمان توفير للميزانية، وبيفرق معاكي جدا، بيعتبر استثمار حقيقي لوقتك ومجهودك وصحتك. اكتبي لي في التعليقات لو عندك فكرة جديدة في التوفير، يا ريت تقوليها لينا، لاننا طبعا كلنا بنستفيد من بعض. ده الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب الفيديو ينفعكم ويفيدكم، وصباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.